يا مساء العسل عليكم، ورجع لكم فيديو جديد. معاكم رنا من مطبخ رنا كيتشن. هعمل معاكم النهارده كيكه التايجر او كيكه الزبرة. ويلا نبدا بمقاديرنا. اول حاجه طبعا ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك للقناه لو اول مره تشوفوني، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم معايا مني كل جديد. اول حاجه معايا 3 كوبايات دقيق منخولين كويس، ومعايا 3 بيضات، ومعايا معلقتين كبار من الكاكاو الخام، ومعايا معلقة ونص من البيكنج باودر. يعني بصوا هيبقى حبة دول كده من الكيس. ومعايا رشة ملح، ومعايا فانيليا، ومعايا معلقة كبيرة خل، معايا كوباية كبيرة سكر، دي اكبر من كوبايه اللبن والزيت، يعني واخده حوالي كوبايه وربع كده. ومعايا كوبايه لبن، وكوبايه اللي حاجه بسيطه قوي زيت. لو عايزه اكملي الكوبايه زيت برضو عادي. هنزل بالثلاث بيضات كده في الخلاط، وهنزل معاهم بكوبايه الزيت، وهنزل معاهم بكوبايه اللبن، وبعدين السكر، وهحط الفانيليا والخل، وهضربهم في الخلاط لحد ما السكر كله يدوب كويس جدا جدا جدا. واوريكم هنعمل ايه بعد كده. طبعا زي ما انتم ما شايفين ده مطبخ حماتي اللي انتم شفتوه يعني انا عند حماتي بعمل الكيكه دي اهون. ونزلت بالفانيليا والخل، وهضربهم كويس قوي. بعد ما ضربتهم هاجي بقى على الدقيق، هنزل عليهم بالملح والبيكنج باودر، واقلبهم كويس كده عشان يتخلطوا كلهم مع الدقيق. بعد ما ضربت البيض هنزل عليهم واللبن هنزل عليها بالخليط، وهقلب كويس لحد ما يتجانسوا مع بعض، واتاكد ان مفيش اي تكتلات في الدقيق، وان كل البيض واللبن شرب الدقيق. زي ما انتم ما شايفين كده، ده السمك اللي هيبقى موجود. هقسم السمك على 2 اهون. ودي الصينيه معايا دهناها زيت ورشاها دقيق. نخلت كوبايتين الدقيق على نص المكون، ونزلت عليهم بحبة لبن عشان ما يبقاش اتقل من التاني. وحطيتهم في كيس كده، الابيض في كيس والشوكليت في كيس. ومعايا الصينيه زي ما قلت لكم دهناها زيت، ورش عليها رشه دقيق، وده الزياده. هنزل كده بحبه من الشوكليت، وبعدين من الابيض. هفضل انزل في النص كده واحده واحده، وهي الدايره هتوسع لوحديها من غير ما اعمل اي حاجه. هتفضلي تنزلي كده حبه حبه اهون، بالنظر كده، يعني هو ولا بمقدار معين ولا اي حاجه. انتي بعينك كده بتشوفي ده حلو ده مظبوط كده. هعمل الكمية كلها زي ما انتم ما شايفين، وهي هتفضل توسع توسع لحد ما تاخد شكل الصينية كلها. زي ما انتم ما شايفين اهو كده. معايا بقى خلة هعمل بيها شكل بسيط كده عشان ما بوظش الشكل قوي اهون. وطبعا انا قبل ما ابدا كنت مولعه الفرن على درجه حراره 180، وسبتها في الفرن حوالي ساعه الا ربع. ما فتحتش عليها خالص اول نص ساعه. اهيا استوت وبقت حلوه وهشه وجميله وطريه جدا جدا. هقطعها معاكم واوريكم من جوه عامله ازاي. اهيا طريه جدا 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 وهشه. وبصوا بقى شكلها من جوه عامل ازاي، شكلها تحفه. لو لسه بتتفرجي على الفيديو وما حطيتيش لايك، يلا حطي لي لايك. ولو اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه، وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وان شاء الله نتقابل في فيديوهات تاني. مع السلامه.